السيد الوزير انا نعلق السيد الوزير على هاد النقيطات هادو كاملين. الباب مفتوح كيفاش؟ انا الباب ديال المكتب ديالي مفتوح، نجي معاهم غدا ونجتمع معاهم ونفتح النقاش. وجاو عندي اعضاء في لجنه العدد التشريعي، وكان عندي العدد التشريعي في مجلس المستشار، كان عندي السيد الرئيس اللجنه وذكرنا في الموضوع. وجاء عندي السيد رئيس لجنه العدد التشريعي في مجلس النواب وذكرنا في الموضوع. انا مستعد ان افتح الحوار معهم. يقولوا لي غير اش بغا، غير اش بغا. واخا كيفكرني السيد الوزير المحترم بحال شي واحد عارف كيفاش المثال. نعطيكم شي مثال زوين، خصني نعطيكم شي واحد عارض عليك للدار، اجي فلان اجي تعشى عندي، وفي ذاك اليوم ديال العراضه مثلا سد الباب ولا شي حاجه بحال هكا. المهم اجوا مرحبا، هو كيف فرشخ فيهم. سمعوا المغاربه ماذا قال، وهنا باش نبدا نعلق عليه مزيان. شوف الكلام اللي قال لهم، واخا هو قالها شوف قال لك الحدود الدستوريه خصهم يحترموا حدودهم الدستوريه المحامون. انا مستعد ان افتح الحوار معهم. يقولوا لي غير اش بغا، غير اش بغا. ويعرفوا حدودهم الدستوريه ونعرف حدودي الدستوريه. ما عندها حدودهم القانونيه ونعرف حدودي القانونيه. الجمعيه في طرف دايره 58 تمثل المحامين على راسي وعينيا. ممثل الامه يعينهم بالدستور ويعطيهم اختصاصات. نقول لك اش بغاو السيد الوزير المحترم بلاصتهم، شي كنعرفوه. اول حاجه هاد المشاريع القوانين لم يطلعوا عليها كيقولوا ياك، وكيقول لك هاد المسوده ما عمرهم ما توصلوا، ما عندهمش دابا وما عادش المكتب السابق. صافي حنا هضرنا مع عباد الله ديالهم، ما عندهمش المسوده. انا عندي واحد الفكره واعره، لنفترض جدلا اعطيهم مسوده دابا. شنو هي هاد المسوده؟ فكره قدام مغاربه هاك. كيفاش كتصيغ قوانين بلا بيهم؟ انا نعطيك واحد الماده خطيره، وانت قلتي دابا على المحامون احترموا حدودهم الدستوريه، وخصني نعاود هذه المغاربه لاهميتها باش تقعقلوا عليها. شوفوا راه قال كلام صعيب بزاف، سمعوا. انا مستعد ان افتح الحوار معهم. يقولوا لي غير اش بغا، غير اش بغا. ويعرفوا حدودهم الدستوريه ونعرف حدودي الدستوريه. عندها حدودهم القانونيه ونعرف حدودي القانونيه. الجمعيه في طرف دايره 58 تمثل المحامين على راسي وعينيا. ممثل الامه يعينهم بالدستور ويعطيهم اختصاصات. عرفتي هو خاوه دوزها، ولكن فيه زعما نتوما راه جمعيه في اطار كذا، ولكن انا ممثل ديال الامه وخاصكم تحترموا حدودكم الدستوريه. خليني نذكرك بالمكتسبات الدستوريه ديال المملكه المغربيه. الفصل 12 من الدستور، اسمع مزيان السيد الوزير المحترم: تؤسس الجمعيات والمنظمات غير الحكوميه وتزاول انشطتها بحريه في نطاق احترام الدستور والقانون. لا يمكن حل هذه الجمعيات او توقيفها من طرف السلطه الرسميه الا مقتضى مقرره. سجل هذه سيد الوزير. فيما سبق كانت السلطات الاداريه تقدر تحل الجمعيات بلا مقتضى قضاء. اليوم شي الجمعيه ما كانت ترسخت اكبر شي لما عندكش مقرر قضائي والله لا حليتي الجمعيه القضائيه. إذن خذ هذا الإشارة. جوج، اسمع الفقرة الثانية: تشجع السلطات العمومية على مساهمة المنظمات غير الحكومية في إطار الديمقراطية التشاركية، وتساهم هذه المنظمات في إعداد قرارات ومشاريع لدى مؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية، وكذا في تفعيلها وتنفيذها وتقييمها، وذلك وفق الشروط. انت السيد الوزير، السلطات اللي باغي تقاد شي حاجه خصك انت تمشي عندهم وتشاور معاهم وتهضر معاهم. شحال مره شفت انا بلاغ، انا درت حلقه انتقدت الجمعيه، واحد المره لقيتهم تيقولوا بغينا نتلاقاو الوزير، قلت لهم انتم ضعاف، كون كنتو قويين هو خصو يقلب عليكم، ماشي كنعرفوا تاريخي. حنا المغاربه شاهدين، هما كانوا كيدقوا على 4. فين هي ديك اللجان النظاميه اللي كنتو درتو قلتو كذا؟ فين هي؟ فين هو التفعيل ديالها؟ فين هو الخصائص ديالها؟ فين هو؟ بغينا نعرف. ياك كنتي جلستي معاهم. 5. على واش كنتو كتجلسوا ملي كنتو كتجلسوا؟ على واش كنتو كتتفقوا؟ قلنا علاش كنتو كتتفقوا؟ 6. كيفاش هاد الجمعيات انت غتمشي تجيب قوانين وتهددهم بالوكيل وواحد العدد من المواد اللي كتمس مهنتهم وبدون ما تشاور معاهم؟ الحدود الدستوريه، واخا سيد الوزير المحترم شهدوا المغاربه على هذا الشيء اللي غنعرض عليه. قال خص يحترموا حدودهم الدستوريه. ما تقلقش سيد الوزير، ما تقلقش. الصحافه تشارشر قالوا شفار، الصحفي بارد شفار. اسمع هذه المعلومه تشارشر. دابا ما تقلقش، لك واحد المعلومه. دابا واش انت لك كل الاحترام والتقدير، ولا انا ما ولا شي وزير في العالم ما كانت تشارشر؟ عرفتي شنو تشارشر؟ البطل القومي تشارشر. قال له الصحفي شوف حكومتك شفاره. علاش ما عندناش هاد الثقافه؟ علاش السي وهبي ولا المسؤولين اللي كاين ولا اللي ورا هاد الشكايه، علاش ما عندناش هاد الثقافه ديال نقبلوا الصحفي؟ علاش حنا حقاره؟ علاش حنا سلطات ماشي كامل؟ علاش حنا حقاره؟ علاش خنافرك دابا شكون؟ علاش باغيين نكونوا احسن من الغرب واحسن من اوروبا، وملي كنمشيو في الطريق اللي مشات فيه اوروبا ما كنحملوهاش؟ كيفاش بغيتوا هذا المغرب يتبدل لما كانت الصحافه حره
واش انا عندي شي ابتزاز سرقت كندبر الملفات راه حيدوني كنتصارع مع وزاره. علاش هاد المؤامره عليا كامله؟ علاش؟ اقول لي علاش زعما لماذا كاين التحالف ضد هاد ماشي ضدي ضد علاش هاد المسؤول لماذا؟ كيفاش باغي المغرب بلا صحافه؟ كيفاش؟ وحتى النقابه الوطنيه ما قدرتش عارفه مين وما قدرتش لقات العجز، وحتى بعض المهنيين العجز كلشي العجز. هادشي راه مخيف، كيقيس سمعه المملكه، تيقيس صوره البلاد، صوره العالم. وحنا كنرأسوا مجلس حقوق الانسان في العالم، وقدرنا وزير يدعى مع صحفي وكلشي مرعوب. شايبشي لك شحال تخاف مالك؟ اغتصاب عندنا، سرقه، اضرام النار، وعاو رقد الوزير صحاح قدر يكذبهم. ما مخلصاش دابا الشركه اللي كان انا كنقولها دابا ما مخلصاش الشركه دابا، ما خلصش دوك الروس والله ما خلصتها بالورق، حيد الله بالورق عندي. كذبها الوزير راه جلسوا كذبها والله ما قدر، قال لك ودرنا مصلحه اخرى وهذاك الشيء، والرسوم حاكم عليك المحكمه باداء المصاريف، وعطيتي مليار واش غترجع المليار ولا رجعتي؟ والنقاشات اللي واعر سمعوها ديال المغاربه ونعاود نبداو بهدوء باش تعقلوا عليها. واش كاين شي محامي في المغرب دابا يكتب لي تعليق في هذا الفيديو واش عمره بشي يخلص وبعطى الفلوس ناقصه؟ انا نستقل من الصحافه واعطيوني. هو واش مشى الوزير قال لك المحكمه كتبات حكم انتم نديروا هذيك ملي كتناقش الواقع على الاستاذ، انتم ما دخلتوش كاع الواقع على الموضوع. عقل هذه المعلومه، حيت دابا الصحفي خاصك تقول ناقش معاه الموضوع، واش ناقشتوا الموضوع لا ما وصلوش للموضوع تصالحوا بكري. المصاريف خاصها تخلص للشعب المغربي، بعض في خزينه الدوله المغربيه، ماشي انت ديتيها في جيبك. لا، انا على الصحفي تنقول هذا المبلغ كان خصو يدخل للمحكمه. النظام العام هذا الاستاذ الفلوس منين؟ النظام العام والله لا فتحت معاك المحكمه المقال، والله ما كاين محامي فوق هذه المملكه المغربيه الا وقع. شو سمي هذه انت؟ محاباه ماشي شغلك. جاوب على هذه، واش كملتي الفلوس؟ فتحتي مسطره اخرى؟ هذاك ماشي هذاك هو الموضوع اللي كنت كنهضر عليه، ما عمري هضرت على داك الشيء. والفيديوهات ديالي شاهدين عليا، غنخرج مقطع بمقطع. اش كنقول لك؟ واش خلصتي هذا المقطع؟ انا ماشي الصلح ما عندناش به علاقه، هذاك بوحده ذاك موضوع اخر. السيد كيما السياره، السيد الوزير المحترم عطاش السياره كنا نقولوا واش تخلصت الضرائب. الا كانت السياره جاتك هديه راه كتدخل في اطار العقود ديال التبرع، وعقود التبرع حتى هي كتخلص عليها بحال اذا على الضرائب، وموضوع متعاقد بالضرائب. الا كانت هديه شكون صاحب الهديه؟ هديه كان السيد الوزير يزيدنا على كلمه، قول لنا ها اللي عطاني الهديه، واش ديك السيده واش السيد حر ما عرف. احنا انا هذا الملف والله باقي ما هضرتش فيه كامل، شي باقي ما بغيناش، ما باقي. قول لينا ديك شكون اللي عطى ديك؟ يمكن انت اعترفتي واش ماشي شريتيها الوصل هديه حلال رسول الله مالك هديه، وكعطينا المعلومه كامله انت وزير الشفافيه والوضوح. هذه قضيه راي عام ماشي ثاني عن نصف الكاس. وباش واش عطى نوبيتي انا اللي كدير 105؟ هذا ماشي جواب. وما هي العلاقه؟ ماشي جواب. انا نعطيك التاريخ والنهار واليوم وكل شيء. والدوله تمشي دابا تشد داك الشيك دابا وتمشي للبنكه، السلام عليكم السلام عطينا هذا البنك شكون مولاه. دابا السلطات المغربيه هذا الشيك ها سياق معاملته في البلاصه نحلوا هذا الحل. هذا عمل ديال الشرطه ديال النيابه العامه، هي اللي خصها تمشي للشيك وتقلب شنو العلاقه. هذا وزير، هذه صوره دوله، ماشي العمليه المهداوي غنقلبوا له من داخل فمه. لا، اجي داك الشيك ها هو سالينا. هاد الرسوم راه مخلصه ها الوصل، لا باقا زيد خلص الباقي. هذا هو الاصل الدوله، باش الا بغيتوا مملكه مغربيه قدام العالم. انا اش غنكون؟ انا راه لا شيء، نكير. المغرب راه قبل مني وما بعدي وتلعب حسب على التعبير المغاربه. انا راه لا شيء. انا ما كناقشش امور شخصيه. ديك فلوس 4 المليون ماشي غنديرها في جيبي، ديك الضرائب ماشي غنديرها في جيبي، ماشي مشكل، عادي وعادي جدا. هذيك فتحوا وغتفتحوا معايا انا اليوتيوب مرحبا، ولكن كاملين خلصوا كاملين شوفوا انا ما كرهتش المسؤولين كاملين نشوفوا شحال كيدخلهم. ماشي على المهداوي اللي غتقول اش كيدخل، قولوا اش كيدخل وقولوا شحال كيخرج وديروا الفحص ونشروا. انا باش تكونوا عادلين، ها شحال كيخلص الصحافه، شحال كيكريها، بشحال. وزيدكم حاجه اخرى، كلشي خصو نعرفوا شنو عنده. ربما نقلبوه، ربما نلقاو تبييض الاموال عند شي وحدين، ربما نلقاو عند شي وحدين اخرين، ما نعرفوا غدا شنو يخرج. وشنو كيقول السيد الوزير؟ جمعيه 58 الجمعيه ب 8. اولا هذه الجمعيه بعد السيد الوزير المحترم شحال هي؟ بعد 17 هيئه بالقانون، وكتشطب على المحامون، واقوى جمعيه في المغرب. شي هذه الجمعيه ديال اقوى جمعيه واكثر جمعيه انضباطا. نسولك واحد السؤال مهم، عاوتاني يقولوا هذا رايي، انا اعتقد ولا ربما
هاد الشيء ديال الاستهداف ديال المحامون كيرتبط بجواز التلقيح، حيت جواز التلقيح حطوا البيضه في الطاس. جواز التلقيح حطوا البيضه في الطاس. ما كاينش شي واحد كان قوي شكون اللي يقدر يتصدى مثلا، رغم ان جواز التلقيح راه من بعد ظهرت اعراض وامراض واحكام قضائيه، والمحامون كانوا محقين في جواز التلقيح، راه الناس ما رضتش كاين احكام. ربما تما فين بان هاد الجمعيه خصها. اليوم نقولوا 17 هيئه عندها منظمه وبالقانون، وكيديروا التشطيب على المحامون، كيحلوهم في المجلس وكيساهموا. عندي واحد السؤال بعدا لذاك المسؤول اللي قال الجمعيه، نسيت عاد تفكرتو دابا وهبي قال لك عندي معاه معركه وانتم ما عندكم معاه معركه. دابا وهبي الا مشى يدعى، وانتم واش غديروا له محامي ولا لا؟ غتقولوا عندك معركه مع المهداوي ما عطيوكش محامي؟ او واش غتقدر تقول له عندي محامي ولا عندك معركه مع عندي معاه خصومه عندي؟ تعرفوا المغاربه جون ادامز، شكون هو جون ادامز؟ هو ثاني رئيس الولايات المتحده الامريكيه. اسمع تفكرت ذاك المسؤول ديال الجمعيه، تفكرت هذه المعلومه نقولها له ونقولها للبعض. جون ادامز هو ثاني رئيس للولايات المتحده الامريكيه. شكون هو جون ادامز؟ كان محامي وكان مقاوم ضد الاستعمار البريطاني. صافي، هو امريكي يقاوم الاستعمار البريطاني، كيدير المقاومه وكيتقاتل معهم باش سمعوا مزيان هذه المعلومه. دارت الايام شي مره كاين واحد المذبحه سميتها مذبحه بوسطن 1770. كانوا الجنود الامريكي كانوا الجنود البريطانيين غاديين وحاصروهم السكان تما وخلعوهم ولا تزايدوا معهم. هذوك الجنود طلقوا النار. تعرفوا مشاو يحاكموا دوك الجنود. شكون هو المحامي ديالهم؟ هو جون ادامز. سولوه قالوا كيفاش انت مقاوم للاستعمار البريطاني مشيتي كترافع لفائده المستعمرين؟ قال لهم لا اترافع لفائدتهم، اترافع من اجل المحاكمه العادله. حنا مازال البشر كنتحس هذا ما عنديش معاه كذا، هذا ما كنحملوش كذا. تصور جون ادامز ترافع لفائده المستعمر ديالو. علاش كينتصر للمحاكمه؟ يتفق معاك ولا يختلف معاك ولا كيديروش هاد الحسابات. اليوم السيد الوزير المحترم كيهضر على الجمعيه وكانها جمعيه. انا بعدا واحد القضيه غنمشي معاك وحده بوحده. قلتي تعداو حدودهم الدستوريه، ما تقلقش السيد الوزير مادام طرح انت واش ما كتجاوزش حدودك الدستوريه. دابا ملي كتقول خدامين معايا المؤسسات، انت شوف المؤسسات خدامه معاك والامن وكل شيء. انت شنو ترضي والامن والحق يعني المؤسسات كلها تشتغل معايا. مؤسسات كامله خدامه عندي، خدام ولي اسمع يعني المؤسسات كلها تشتغل معايا. مؤسسات كامله كتشتغل معايا، مؤسسات ديال الدوله كامله كتشتغل معايا. والامن هنا بكل احترام ليك، دابا انت قلتي المحامون انت كتعرف حدودك الدستوريه. هل تشتغل معك؟ تشتغل معك كشخص، ماشي كوزاره، وماشي كنتعاون ولا تشتغل معي. مؤسسات كامله كتشتغل معايا ياك الحدود. منين كتقول السيد الوزير الاحكام قاسيه، الاحكام اللي كيصدروا القضاة قاسيه جدا، واش ما تجاوزتيش حدودك الدستوريه؟ الاحكام في المغرب راه قاسيه، الاحكام راه قاسيه. اللي خصو يتحكم معاه كيتحكم 5 سنين، واللي يتحكم 10 سنين كيتحكم 20 عام. قلنا نرتبوا الامور بيناتنا. دابا انت السيد الرئيس، دابا بغض النظر على وجهه هذا الكلام صحيح ولا مش صحيح، راه ما كناقشوش هنا المغاربه، راه يقدر يكون كلامه صحيح. كناقشوا دستوريا واش عنده الحق هو سلطه تنفيذيه يقول القضاة كيصدروا احكام. عرفتي كيصورتي القضاة هنا واش جاوزتي حدودك الدستوريه ولا لا؟ عاد تقول لي المهداوي انا نعطيكم دليل قاطع. نادي قضاة المغرب ها هو صدر بلاغ. اش كيقول في البلاغ؟ بناء على القانون الاساسي نادي قضاة المغرب تدارس المكتب التنفيذي لهذا الاخير يوم 28 اكتوبر تصريحات السيد وزير العدل المدلى بها تحت قبه البرلمان عندما قال الاحكام القضائيه في المغرب قاسيه، ومن يستحق سنه حبسا يحكم ب5 سنوات، ومن يستحق 10 سنوات يحكم وبعد وقوف على خطوره هذه التصريحات ورصد تكرار مثيلة عن نفس الجهة، فإنه قرر طلع البلاغ التالي: يستغرب نادي قضاة المغرب صدور مثل هذا التصريح غير مسؤول عن السيد وزير العدل الذي يفترض فيه الالتزام بأقصى قواعد المسؤولية المطوقة بواجب التحفظ واحترام. يؤكد على أن القضاء مستقل عن السلطة التنفيذية وفقا للفصل 107 من الدستور، وليس من اختصاص وزير العدل كمسؤول حكومي. يعتبر في هذه التصريحات مساس صريح وخطير بهيبة القضاء وسمعته وسلطته واستقلاله، كما أنها تشكل تطاول على إحكام مقرراته. يسجل أن هذه التصريحات من شأن نسف كل المجهودات المبذولة لإرجاع الثقة. نادي قضاة المغرب ما طلب لا مليار لا حبس لا والو، حتى شي حاجة. مس خطير. إذا الخوين كيشتغلوا معاك، الأمن خدام معاك، ناضت الحيحة،
واخا ندوزوك لحاجه اخرى. القضاة كيصدروا احكام عام، واخا كي غنديروا معاك ملي كيسولوه دابا المشكله اللي سولتي على هاد الاخطاء كلها اش كيقول لك؟ فواحد اللحظه ديال الانفعال قلت له هذاك الكلام، شوف كل ابناء ادم خطاؤون. انا تعتبره خطا تعتذر عنه؟ كنعتذر على كل الاخطاء ديالي بدون استثناء. طيب. انا ما عندي عقده نعتذر. طيب. وتتكلم بطلاقه، والا اخطات راه داكشي اللي عطى الله مني انا روبو راه كنتكلم وصافي. اذا طاحت لشي واحد عندما حنا كاع ما كان حنا كنهضروا بطلاقه، ياك بطلاقه وروبو ولا كملت ماشي مشكل. اذا نكملوا هذا. اذا شنو قال السيد الوزير المحترم؟ قال المحامون كتجاوزوا حدودكم الدستوريه. ها هو نادي قضاة المغرب قال له تجاوزتي حدودك الدستوريه. شكون دخل معاه في القضاء؟ من بعدا شكون دخل معاه؟ نجي لواحد الكلمه بعدا ديال مع السي الداكي ومع السي عبد النبوي المحترمين، قالها هو وهبي مهمه بزاف في اطار هذا التدافع عنهم. خلينا نكملوا. تصور انت كتقول بانهم دابا هادي ما نديرش انا كاع التاويل. ملي كيشدوا شي واحد عنده الحشيش وعنده 100 درهم في جيبو، سمعوا قال لك الحدود الدستوريه. هنا الشرطه القضائيه ماشي تحت سلطته، ماشي هو رئيس النيابه العامه. سمعوا كيهضر على الشرطه القضائيه كيفاش كتخدم. كنشدوا واحد عنده 100 درهم في الجيب ولا 50 درهم، تنزيدوا واحد جمله في المحضر وكنستمعوا ليه تيقول لك راني باعت المخدر وراه انه هاد 100 درهم هي اللي ربحت. هاد العنصر تيخلي النيابه العامه تامر بالاعتقال، لان الا ضرب الاستهلاك ما كيعتقلوش. صافي. عرفتي شنو كدير هنا؟ شحال من وكيل مالك لا كان هاد الكلام صحيح، شحال تقليدوا عند الله عز وجل. شحال من شرطي دابا خصو يمشي عند الله اش يقول؟ السيد عنده 100 درهم في جيبو ما عندها علاقه، شدوها له سودوها له مع فتيوته، عاود نمشي عند وليداتو مسكين شردوه. شكون اللي شردو؟ البوليس، الجندار، القضاء. شكون اللي قالها؟ والله ما انا رجعوا الروايه لخطورتها. ها انت كنشدوا واحد عنده 100 درهم في الجيب ولا 50 درهم، تنزيدوا واحد جمله في المحضر وكنستمعوا ليه تيقول لك راني باعت المخدر وراه انه هاد 100 درهم هي اللي ربحت. هاد العنصر تيخلي النيابه العامه تامر بالاعتقال، لان الا ضرب الاستهلاك ما كيعتقلوش. فين الحدود الدستوريه؟ هاد الحدود الدستوريه كيقول لا تنهى عن خلق وتاتي بمثله، عار عليك اذا فعلت عظيم. وعندك عاوتاني تشدعي الشاعر، لا تنهى عن خلق وتاتي بمثله. اذا تنهيتي على خلق ان المحامون كيتجاوزوا حدود الدستور. هل يحق لك دستوريا ان تقول الاحكام تصدر قاسيه؟ وها هو الذي قضاة المغرب جاوا شعاع انا المهداوي. راه والله ما عندي مشكل معك السيد الوزير تهضر عندي في عندك، خلي التدافع انت تقولوا حنا نقول. انا حتى شوف النادي قضاة المغرب يجاوبك بلاغ، هذا هو البلاد، التطور، التدافع الفكري، السجال. تقولوا علاش انت مشيتي دغيا مليار الحبس؟ علاش نادي قضاة المغرب مشاش معك الحبس؟ علاش الناس كتقولوا علاش دابا هذه الفكره غير بوحدها؟ هذه راه خصك الاقاله. لان دخلتي في السلطه القضائيه منين قلتي الاحكام قاسيه، وليتي كدير تقييم القضاة وانت سلطه تنفيذيه، مسيتي فصل دستوري، مسيتيه تشيتيه، خاصك تقيل تحيد. سي اخلوش علاش اجي نقول لكم دابا بنش سميتها ناضت الحكومه شكون ياك دابا شنو سميتو ديال الحب ولا الزواج، الله يرحمها مسكينه ما بغاش نجبدوا هذا الواقع. شنو سميتها داك الوزير بن خلدون، واش مس الدستور؟ تزوج هو السيده مس الدستور. هذاك العظيم القروش شنو دار؟ كلا الشكلاط واش مس الدستور؟ ايه مخالفه بصح. احنا يا المغاربه بعض المرات ما بغيش نقول كل شيء. دابا عرفتي داك رد الفعل اللي دار على اوزين، عرفتي كدار اوزين مسكين فيه واحد الجانب كان كنهضر على الغضب الشعبي نوضوه والحكومه. دابا تصور هذا تيقول الاحكام اللي كيصدروا القضاة قاسيه، اللي كيتحكم معاه كياخذ 5. وخرج نادي قضاة، خرجوا قضاة المملكه المغربيه قالوا له هذا الشيء مس خطير، وجا سي اخلوش وخلاه وزير. ودابا انا المداوي كنبقى نعقق شويه منين يحكم عليا مع الله يجعل ربي يوقف مع ذاك القاضي اللي يحكم معايا عليه، والله الذي لا رب سواه. يلا كنطلب الله عز وجل يوقف معاه زعما فهاد. انا كنطلب الله يوقف معاه فهاد، الله يجعل ربي يعاونو ويصدر حكم بصراحه. كنشوف دابا كيفاش انا كنقول له انا نكون قاضي غير كنسول غادي نلقاهم طبعا، حيت كيبان لي وزير كيقولوا له القضاة، وعرفتي قال على القضاة كتصدر من جمله هاد القضاة مثلا هو هذا القاضي اللي يحكم عليا عوض ما يعطي عام يعطى 5. شكون قالها؟ قال وزير العدل. راه ماشي كنقول هذا الشيء صحيح، هو اش قال الوزير؟ قال لك القضاة. ايوا هذا القاضي اللي كيحكم عليا راه هو عنده حتى اللبوس العادي وعنده
رغم ان هذا القاضي مسكين ما عنده علاقات. انا تنقول لكم مع كلام الوزير كنفسروا، قال لهم القضاة اللي عنده عام كتعطيوه 5. شكون قصد؟ استثنى شي قاضي؟ قال كاع القضاة المملكه المغرب. والقضاة النادي غضبوا. واش هذا ماشي مس صريح للدستور؟ مس هو سلطه تنفيذيه، ما عندوش حق يدير تقييم القضاة. واش ماشي تجاوز صلاحياته؟ واش ماشي تجاوز الصلاحيات ديالو الدستور؟ كنسى على هذا الميكرو حتى كنجمعوا فين الاخرى تدريب القضاة. واش الحكومه كتدرب القضاة؟ عاد نسمعوا حتى في هذه يلا. قاعده البيانات اللي تكلمتي عليها ديال عقود الزواج الان جاهزه؟ جاهزه ورحنا عمليه كنديروا التدريب بين الساده القضاة والساده العدول واخترنا الرباط. انا ما فهمتش كيفاش القضاة التدريب بين القضاة، كيفاش الحكومه غتدرب القضاة؟ ما فهمتهاش. والمجلس الاعلى هو اللي كيكون ويدرب. واش المجلس كيدرب كل واحد كيدرب؟ هو دابا قال كندربوهم بجوج ياك. واخا عندي واحد الملاحظه مهمه. هذا واحد المقال كتبتيه انت، هذه الجمعيه دابا السيد الوزير المحترم زخم النضالي قال لك حينما طلب مني هو عبد اللطيف وهبي كتب مقال تقديم الطبعه الثانيه ماشي مجله ديالو ولا شنو، ها هو صورته عبد السلام كيهضر على المحامون في شي وقت مضى. قال لك حينما طلب مني رئيس جمعيه هيئات المحامين بالمغرب النقيب ادريس شاطر ان اهيئ هذا العمل، شعرت ان الجمعيه تشرفني بتقديم جزء ضئيل من الخدمات لمؤسسة تضم طليعة المثقفين المغاربة الذين هم المحامون الذين شكلوا ويشكلون باستمرار تلك الشريحة التي استطاعت أن تحتل موقع الصدارة أثناء كل الأحداث التي عرفها المغرب. إن هذه الترسانة من المواقف لا تعبر فقط عن ماضي مجيد لمؤسسة المحامين بالمغرب، ولكنها قاعدة أساسية في التوجيه نحو بناء مجتمع ديمقراطي ووضع أسس صلبة لدولة الحق والقانون. وسيظل هذا المبتغى حلم هذه الشريحة وهدفها الأساسي، لأن المحامي لا يجد نفسه إلا من خلال ممارسة ديمقراطية للسلطة ودولة تتكون من سلطة مستقلة تضمن استقلال القضاء ونزاهته، ولأن المحامين لا يمكنهم إلا أن يشكلوا العمود الفقري لأي حركة سياسية تتجه نحو هذا المنحى، ولأنني مؤمن بأن هذا الهدف سيتحقق بحكم الزخم النضالي الذي يحمله هذا الشعب، وكذلك بحكم التقاليد المهنية. اليوم اللي تقول لهم قانون 58 انتم جمعية وانا نعطيك مقال اخر ديالك نيت انت اللي كاتب وجهك قديمه. شو مقالك؟ هذا الكتاب شنو قال الاستاذ المحترم استاذنا السي عبد اللطيف وهبي المحترم؟ قال كان المحامون ولا يزالون مصلحين واسسوا طريقا نحو بناء دوله المؤسسات، بحكم مهنتهم الضاربه جذورها في تعمق التاريخ والتي كانت وما زالت ضمير الاصلاح في هذا البلد رغم ما تلقته من وعود وما عانته جراء ذلك مواجهات، حيث ان تاريخنا الوطني يشهد لها انها قدمت لهذا الوطن ترسانه من المواقف ذات البعد القانوني والسياسي والاجتماعي والانساني بالتوجه الديمقراطي، وهي بذلك كانت وما زالت حاضره في كل المواقع تدافع عن رأيها وتصنع امتدادات قانونية لكل مواقفها. كان القدر يريد منها أن تكون باب إصلاح هذا الوطن، وذلك ليس فقط من خلال مواقفها بل إنها مكنت رجالاتها من تقلد أعلى المسؤوليات، حيث تعاقب مثلا على رأس وزارة العدل 7 محامون، وكان واحد وسمعوا دي اللي واعرة إن محاولة تنكر لمساهمة المهنة في بناء دولة القانون والمؤسسات وإصلاح العدالة أو تنكر بعض أبنائها بعد أن قادتهم إلى العلا، فإن ذلك لن ينال من قوتها وقدرتها وقدرة نسائها ورجالها. سمحوا لي المغاربة نعاود هذه الفقرة وسمعوني مزيان رجاء. إن هذا هو كاتب بيدو شحال هذه ملي كان محامي، إن محاولة تنكر لمساهمة المهنة في بناء دولة القانون والمؤسسات وإصلاح العدالة أو تنكر بعض أبنائها بعد أن قادتهم إلى العلا فإن ذلك لن ينال من قوتها وقدرتها وقدرة نسائها ورجالها. حي الله جميع المحاميات والمحامون بالمغرب. أنا كنتصفح دابا كنشوف واحد المعاد. علاش كنقول لك السيد الوزير ما خصكش تدعي انت ما خصكش تدعي، ماشي انا ما خصكش تدعي. صوروا جمله لقيتك دايرها مع صوت المغرب غريبه، كتقول انا وعبد النبوي وقدا لي وقضيت له في اطار التشريع. دابا تصور جمله بعد. عندي واحد السؤال، شو كيفاش كتعامل مع السلطه القضائيه؟ وجلست انا وسي عبد النبوي والدكي، انا وعبد النبوي جلسه وانا والدكي جلسه، وبقينا في النقاش هذه النقطه هذه طلعت هذه هبطت. قال لي واحد الجمله السي عبد النبوي، قال لي انت المشرع ولست انا. انا فقط ابدي لك برايي. مجالي الدستوري هو الحكم والاحكام. طلبتي رايه وعطاك رايه. انا عطيتك رايي. هذا الراي ديالي الى دوز سيدي 10% فيه انا ربح. الجمل هنا مثيره.
هنا كاين جوج جمل. جلس مع عبد النبوي جوج جمل هنا مهمه. عبد النبوي قال له انا مجالي الحكم والاحكام، مجالي الحكم والاحكام، هذا ديالي، انت مجالك التشريع. دابا شاكي بيا انا في مجال الحكم والاحكام، شاكي بيا ماشي معناه السي عبد النبوي عاد دخل حاشا. دابا راه مزيان او واخا تكون انت كاع عندك على فكره انت راك ظالمني في هذه المتابعه، ظالمني ظلم فرضا فرضا، والله ما خصكش تمشي تشكي، لقاش انت كتجلس مع اللي مجاله الحكم والاحكام. واش قال لك؟ دوز لي ما معنى دوز لي قواعد قانونيه لفائده الشعب، ولكن دوز لي. واش انا نقدر نجلس مع عبد النبوي ويقول لي دوز لي في اطار الصحافه خبر؟ انا بغيت نجلس مع عبد النبوي كطرف، ما عنديش دابا في قاعده توازن الاسلحه. تصور انت مشتكي وانا مشتكي، انت عندك تجلس، تقدر تجلس مع اللي مجاله الحكم والاحكام وتدوز له. انا واش نقدر نجلس معاه؟ علاش هذاك عبد النبوي خصك تخليه بعيد وداكي واخا علاش كيقول لك دير بيان حقيقه؟ علاش المشرع في العالم عطى الوزير خصو هذه السلطه دايره بحال هكا. شي ملي كينزل الوزير اللي تيجلس مع مجال الحكم وينزل مع المواطنين ويبرك فوقهم، اساءه للمملكه المغربيه، والمملكه المغربيه اكبر من هذا الشيء. ثق فيا، انا نقول لك واحد الحاجه، شوف باش ندخل معك في تفاصيل. والله ما معقول تدعي صحافي ماشي المهداوي، انا راه قاد الحمد لله وصدري دوز الدكاكه. انا راه القضاء ظلمني في الملف ديال الدبابات، القضاء المغربي في ذاك الملف تكرفص عليا، ظلمني ظلما. وشي هذا الملف ديالك انت بربي تفاصيله افظع من الدبابه. ايوا شوف كثير مكسر من هذه، افظع بمليار مره. شي على الاقل في ملف الدبابه سمعنا نقاش مع النيابه العامه وناقشنا معها. راه في هذه المحاكمه المحترمه راه النيابه العامه عرفتي دارت؟ جات قالت له الفرقه الوطنيه وعرضوا عليه اجا وقفت النيابه العامه. شنو قالت؟ شنو دابا النيابه واش واجهتني بشي واقع؟ يعني دابا القاضي كيدير واش عينو بمكان النيابه العامه؟ دابا على الجلسه شاهده ما قالت والو النيابه العامه، هضرت في النيابه العامه مستقله محترمه، وكان تما ممثل محترم بكل صدق زعما من ناحيه الادب والصواب، ما عندي ما نقول. كنهضرنا في المرافعه حتى كلمه بغيت انا النيابه العامه خصها تواجهني، هي سلطه التابع. انا نقول لها الشيك تقول لي لا مشينا للبنكه وجبنا. دابا لاحظ القاضي كيكون هو قاضي الموضوع، خاص النيابه العامه هي عيب الاثبات. تقول لي لا السيد راه خلص ها الوصل درنا بحث، انت كذاب المهداوي. لا المهداوي هاد السياره هذه ها الشيك ها سميتو، هاد الشيك هذا ما عنده علاقه. لا المهداوي درنا بحث في ذاك الخصوص من تحتها والاوديو لقينا الصوت ماشي ديالو. لا المهداوي بخصوص عيطنا الاوزين وقال لنا لا ما قلتش المهداوي. اش كيدير القاضي؟ ملي كيشوف النيابه العامه واش كيدير وقالت دابا كي غنديروا؟ ما قالت النيابه العامه، قالت الوقائع صحيحه الادانه، واخا بغير هي الادانه ولكن برها باش نمشي. هذا قاضي الموضوع سيحل ما قال. او اخطر حاجه قلتها باقي كنقولها، توازن الاسلحه. هذا مبدا. انت كانت النيابه العامه كتسولني عن طريق كتسولني ماشي وسط شي سؤال ولا شي جوج، ولكن ملي ما عرضتش عليا ما فندتليش الواقع مثلا الطنوبله شي سؤال والمحامي كيسال ما كاين باس. النيابه العامه وقال شي جوج اسئله اعتقد ولا واحد والله ما عقلت، وسؤال مع بعيد مع العين. المحامي عاوتاني بدا كيسول شي حوايج اللي وضحت لهم. ولكن هذه فكره قلتها لكم، كيكونوا جوج الاطراف. شوفوا المغاربه حنا ملي كندخلوا نلعبوا الماء بحال شي مباراه كل واحد عنده هدف، هما باغيين يوصلوا للادانه وانا باغي نوصل للبراءه. ما معنى توازن الاسلحه؟ حنا كنتنافسوا شكون اللي ربيط شكون الحكم هو القاضي. خاص يكون عندنا الاسلحه انا وياهم بحال. هذه قاعده توازن الاسلحه. انت عندك سلاح السؤال وانا ما عنديش. علاش انا كنسولك؟ باش نوصل غير للبراءه ماشي انا هو. حيت في اسئله من يجي الوزير غنقول له كيفاش هادي وخلصتي ما خلصتيش، انا كنت غنحرج الوزير غنقول له اعطيني الوصل حيسكت، اعطيني الوصل باش خلصتي. تصور معي يقول لي الوزير مثلا وصل الجلسه انا يقول لي مثلا واش تحريتي؟ نقول له تحريت. يقول لي انا خلصت مثلا الطنوبيل نقول له هاش. هذه قاعده توازن الاسلحه. انت كتسول هو كيسول. دابا تصور هو كيسول باش يوصل للادانه ولا خصو يسول باش نوصل للبراءه ديالي. ماشي المتهم او معليش كاع مثلا قلت لي وسائل الاتهام من عرض عليك خص النيابه العامه تولي تفندها لي او لا هو يفندها. ما فندوا لي لا الملاير، ما فندوا لي لا الشيك الطنوبيل لا الصوت لا ولا عباره قلتها سب الاستاذ ولا شي كلمه قاصحه الوزير تواجهت بها ولا حتى شي حاجه. شنو دار السيد الوزير؟ بعد خرج عند المغاربه كيقول لهم يبتز والملف معروض على القضاء في التامل امام. دابا السي عبد النبوي المحترم مجلس على السلطه، واش دابا وزير ملي كيخرج كيقول صحفي راه كيبتزني ماشي وملف في التامل
اعطيني وقعت هذه الاستيعاب النبوي المحترم في تاريخ المملكه المغربيه. واش وقعت هذه في تاريخ المملكه المغربيه؟ بغيت نقول واحد الفكره خفتها دابا بلاتي. هاد السيده اليوم جاني الحكم على ديك الاستاذه بغض النظر على ملكه العامري. دابا غير سؤال غنسال، سؤال شنو هي التهمه؟ ما ندخلش في الحكم، لا هذاك الشيء تقييم القاضي، التهمه دارت شي حاجه، هذاك الشيء ماشي تما المشكل، ماشي تما المشكل. انا مشيت على التهمات الله يشهد باسم جلاله الملك: اهانه رجال القضاء باقوال قصد المساس بشرفهم وشعورهم، التاثير على قرارات رجال القضاء بواسطه اقوال قبل صدور الحكم، اهانه هيئه منظمه وتسجيل وبث وتوزيع، اهانه الضابط. دابا هاد التهم الى هادشي اللي عرضت عليكم ديال القاضي اللي عنده عام كيعطيه 5، شنو هي؟ اللي خصو يتحكم بعام كيتحكم 5 سنين، واللي يتحكم 10 سنين كيتحكم 20 عام. ودي راه اهانه هيئه منظمه، وهذه راه ماشي راه اهانه. الا كان القاضي مول العام كيعطي 5 راه كيهينوا، هذه اهانه هيئه منظمه. انا ملي كتقول الانسان البوليس كيزيدوا، وشنو هي هذه؟ هاد التهم كامل اللي عند الملك العامري هما كاينين هنايا. كنشدوا واحد عنده 100 درهم في الجيب ولا 50 درهم، تنزيدوا واحد جمله في المحضر وكنستمعوا عليه تيقول لك راني باعت المخدر. يلا اهانه هيئه الشرطه كتزيد كي غنديروا انا هكا فهمتها، اشرح لي ربما يكون. وها هو نادي قضاة المغرب خرج يقول تاثير ومس خطير وكذا. ما الفرق بين الملك العامري وبين الوزير وبين هذا هو المهداوي فين كتقاتل؟ انا خايب. شو قال جلاله الملك؟ جميع المغاربه عندي سواء. والملك شكون هو؟ سلطه اعلى قضائيه. جميع المغاربه عندي سواء. واش التشريع واقف على وهبي؟ واش البلاد واقف؟ هذه المملكه المغربيه واقفه على شي واحد؟